يا مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهارده إن شاء الله هيكون ميعادنا مع درس جديد من مجموعة سلسلة تعلم كانفا من الصفر، وهو كمان جزء يعتبر من مشاريع الدخل السلبي على برنامج الكانفا. طبعًا إحنا عارفين إن الناس كلها ابتدت تروح ناحية الdigital، الناس حتى ابتدت تقرا على أجهزة الكيندل، وابتدت تقرا من الdevices بتاعتها، سواء بقى من على تابلت، من على لابتوب، من على الموبايل بتاعها. فبقى في طلب كتير حتى على مواقع العمل الحُر، هتلاقي إن في ناس كتير بتطلب إن هي عايزة تصميم غلاف أو عايزة حتى الصفحات الداخلية أو اللي أنت تصمم كتاب كامل from the scratch. فخلّيك متابع الحلقة للآخر، هاخلّيك تعمل كتاب زي الكتاب اللي أنت شايفه قدّامك ده، تقدر تتصفحه كأنك بتتصفح كتاب عادي، بس هيبقى كأنه أونلاين، وكمان هاخلّيك تعمل كل صفحات الكتاب متصلة بالفهرس الأساسي، فيالّا بينا. فأول حاجة وزي ما اتعلمنا في حلقات كتير قبل كده، اللي أنت بتيجي واقف على create design وبعدين بتختار المقاس اللي أنت طبعًا محتاج اللي أنت تصمم بيه الكتاب، وفي الغالب إحنا هنروح لمقاس الA4 العادي وهندوس عليه. فتح معانا صفحة زي ما إحنا شايفين بلانك كده بيضة خالص. إحنا كمان عشان نعمل نوع من التغذية البصرية وإن إحنا نجيب أفكار، إحنا ممكن نيجي على الtemplate وندوس عليها ونكتب مثلًا اللي هي book cover أو نكتب الغلاف كتاب بالعربي زي ما أنت حابب اللغة اللي أنت عايزها. فأنا كتبت أهو book cover وطلع لي فعلًا أشكال كتير وآلاف مؤلفة، في منها الحاجات المدفوعة وفي منها الحاجات الfree. فأنت تقدر تشوف شكل الكتاب بيكون عامل إزاي، وأنت حابب إن أنت تاخد أفكار منه، بس أنا يعني بافضّل اللي أنا أعملها from the scratch معاكم زي ما أنا وريتكم تصميم الكتاب، فهنبتدي نصممه خطوة بخطوة. فأول حاجة هنبتدي نعملها إن إحنا هنغيّر لون الbackground. أنا اخترت اللون الbaby blue، أنا باحبه يعني هو من درجات اللبني، فنبتدي نapply كده أو نجيب الدرجة بتاعة الbaby blue. أهو هنقف على الcolor palette وهنبتدي نختار اللون الأزرق، وأنا اخترت اللون ده اللي أنا اشتغلت عليه. لو أنت عايز تاخد نفس الكود زي ما أنا يعني وضّحت قبل كده في حلقات كتير، أنت بتيجي واقف على اللون نفسه، يعني وقفت على اللون فتحت لك الwindow دي، بتيجي واقف عليه هيطلع لك الhex color code، وده الكود اللي أنا استخدمته لو أنت كمان حابب تستخدمه. وهنيجي نكتب مع بعض الheading أو عنوان الكتاب اللي هو أسرار التسويق الرقمي. فبتيجي واقف على الكيبورد وعامل حرف الT من الكيبورد، هيطلع لك الtext box. وطبعًا لازم من هنا تتأكد إن أنت مختار الfont يكون عربي، لإن هو by default هو دايمًا بيكون على الكنفة. لو أنت فاتح الصفحة لسه يعني لسه فاتح وبتكتب، فهتلاقيها على الكنفة السان، على الfont نوعه الكنفة السان. فأنا باتأكد من الfont اللي هو الfont ده يكون عربي، فإحنا بنيجي على الfont ونكتب لغة عربية أو نكتب عربي، هيطلع لنا كل الfonts العربي. وأنا هاختار معاكم font اسمه Intercom Arabic، وهاختاره على الsemi bold مثلًا، وهاكبّر كده شوية، وده كده هيبقى الheading بتاعي. ونيجي نعمل بقى الsubtitle اللي هو في الحالة بتاعتنا هنا إحنا قايلين السنة اللي هو عنوان الكتاب أسرار التسويق الرقمي في 2026. فإحنا بس هنختار font نتأكد إن الfont مش font عربي، نختار font English. وأنا اخترت هنا font اسمه B612 أو B612، فأنا شايفاه إن هو مناسب. وهنبتدي بقى ندراج صورة على الcover تكون ليها علاقة بالdigital marketing. فهنيجي قبل ما نختار الصورة ن ن نحط الصورة داخل frame، فهنكتب frames جوّه من الelements هنا، هنعمل frames وهنختار الshape ده معقول، وهنبتدي ندرجه لتحت كده شوية، وهنبتدي بقى نختار صورة ليها علاقة بالdigital marketing. فأنا كتبت هنا أهو من الelements، عملت في الsearch bar كتبت digital marketing وهابتدي أختار photos، وهاشوف بقى الصورة اللي يكون شكلها مناسب. في طبعًا كذا صورة، في حاجات مدفوعة وفي حاجات free، وزي ما أنا فهّمتكم أنا باشرح لكم من النسخة المجانية علشان اللي ما عندوش نسخة مدفوعة يقدر يطبّق اللي أنا باعمله بالضبط. وهاختار فعلًا صورة مناسبة وأحطها على الcover. وأنا اخترت الصورة دي، فهاجي أعمل لها drag كده على الframe اللي أنا كنت حاطاه من الأول، وهابتدي بقى أكتب الاسم بتاعي أو اسم بقى مؤلف الكتاب. فأنا هافترض يعني مجازًا إن الكتاب ده أنا اللي مألفاه.
فأنا جيت كتبت اسمي أهو أستاذة هند مراد، وحطيت أهو font عربي اسمه هاجر، هابتدي بقى أختار كل الelements اللي موجودة جوّه التصميم، أو هاختار كل الحاجات اللي أنا عملتها وهاعمل عليها control وE، وهابتدي أجيب على position من فوق هنا، وابتدي أعملها في الcenter بس عشان يبقى الكلام align. أو كده الدنيا شكلها مضبوط كده في الcenter، ممكن نعمل control وE تاني على كل الvectors الموجودة، ونبتدي نطلّع فوق شوية عشان يكون مضبوط، ونتأكد برضه إن الposition محطوط في الcenter، ده كده تمام في الcenter. وبعدين نبتدي من elements نعمل search على الvectors أو على الshapes اللي كانت موجودة في شكل random lines كده اللي محطوطة كانت في الجنبين، ونبتدي ندوّر عليها من elements. فممكن تكتب من elements، تكتب decorative lines أو ممكن تكتب random lines، طبعًا هتطلع لك أشكال كتير في حتّة الdecorative وكلّها معظمها حاجات paid، بس أنا هاختار لكم حاجة free علشان الناس زي ما أنا قُلت لكم اللي على النسخة المجانية ما يبقوش بيعانوا يعني في إن هم يدوّروا على حاجة أو عايزين ينفّذوا نفس شكل التصميم، فيكون عندهم الحاجة جاهزة. فأنا اخترت الline ده، هابتدي كده أرفعه لفوق هنا. فكده تمام أهو اترفع لفوق، وبعدين هابتدي أعمل له control وD علشان أduplicate، وابتدي أنزل، وهابتدي أعمل له rotation، أو ممكن لو أنا عايزة أسيبه كده تمام، عايزة أدوّره للناحية التانية تمام، بس أنا شايفة إن هو لو أنت سِبته كده هيبقى شكله لطيف، بس هنبتدي نغيّر اللون شوية ونخلّيه مثلًا اللون الجنزاري ده، ونبتدي برضه نعمل نفس هنا ناخد اللون الجنزاري. كده أهو خلّصنا من الcover وهنبتدي نخش الصفحات الداخلية. أنت ممكن كمان لو عايز تحط تحت هند مراد دي، أو عايز تحط line، أو عايز تعمل أي شكل طبعًا، أو عايز تغيّر حتى شكل الvector اللي هو الshape اللي على الأطراف دي، ليك حرية إن أنت تختار أي shape من الshapes اللي أنا عرضتها عليكم. يعني ممكن نجرّب حاجة تانية. يعني أنا جيت كتبت في الsearch bar هنا كتبت random shapes، ممكن أختار الشكل ده مثلًا وليكن هذا الشكل، ممكن أشيل دول بقى، أبتدي أشيل الاتنين دول أهو، وأبتدي أهو أحط الshape ده كده وبرضه أعمل له duplicate وأنزّله على الناحية التانية أهو كده، برضه شكله لطيف. إحنا ممكن كمان إيه، نضبّط اللون فيه زي ما إحنا اخترنا اللون الجنزاري، نضبّط ده كده ونضبّط ده هنا، فبقى شكله برضه شكله أهو نغيّر اللون. اهم. فأهو برضه بقى شكله لطيف. طبعًا أنت بقى ممكن تختار أي shapes من الshapes الموجودة عندك، وأنا حاولت على قد ما أقدر يعني اللي أنا أختار shapes تكون free ومش بفلوس علشان لو أنت على النسخة المجانية. ونبتدي بقى في تصميم الصفحات الداخلية، فأنت يا إما هتدوس إن أنت تadd page من هنا، أو هتبتدي تadd page من علامة الplus اللي موجودة تحت دي، فهابتدي أعمل add page. والصفحة طبعًا اللي بتبقى في أول حاجة بيبقى فيها الفهرس أو بيبقى فيها محتويات الكتاب، بما إنه كتاب digital فما بيبقاش فيه حاجات يعني كتير تتوه اللي بيقرا، فبيخشوا يعني في الموضوع على طول، فهنيجي نعمل على طول محتويات الكتاب أو بنسميها الفهرس. وأنا اخترت نفس الfont اللي هو مكتوب على الcover، وده نخلّيه كل الheading اللي موجودة جوّه صفحات الكتاب الداخلية، عشان يبقى في سيمترية كده في الdesign، ويبقى شكله زي ما إحنا بنقول كده كإنه آخد مَيّة واحدة، ما يبقاش في fonts كده في النُص تكون شكلها odd. وآجي أول حاجة كاتبة طبعًا مقدمة عن الكاتب، فهي جاية بقى لقينا إن الرقم اتحط الناحية التانية، فإحنا بنيجي من العلامة دي الtext direction ونغيّرها هتضبط تخلّي الواحد من الناحية التانية عشان إحنا بنكتب عربي، ونبتدي نعمل control وD علشان نكتب بقية الفهرس. وهنبتدي بقى إحنا كده خلّصنا كل كتابة الفهرس زي ما أنا قُلت لكم، أنتم بتاخدوا علشان تاخدوا نفس الstyle ونفس كل حاجة زي ما أنا قُلت لكم بتيجي على أول حاجة أنتم كتبتوها في محتوى الكتاب أو الفهرس أو زي ما أنتم مسميين الصفحة اللي هيبقى فيها محتوى الكتاب كلّه أنتم سميتوها إيه، هتيجوا عليها تعملوا control D وبتغيّروا بالعناوين اللي أنتم عايزينها، وتيجوا عند كلمة الفهرس برضه ممكن نحط line، فنيجي على الكيبورد ونعمل حرف الL وناخد الline كده ونحطه على الفهرس كده عشان تدّي شكل جمالي كده معانا، زي ما بيكون موجود في معظم الكتب أو الصفحات اللي هي بيبقى فيها محتويات الكتب عامةً يعني. وعايزين بقى من كل صفحة من الصفحات اللي جاية نبتدي نسميها باسمها، وبعدين هاقول لكم ليه إحنا بنسمي كل صفحة. أنت بتيجي واقف على الpage number دي وجنبها بتكتب مثلًا إيه الفهرس بكل حاجة، وهنبتدي بقى نعمل الصفحة التانية اللي هي فيها من محتوى الكتاب مقدمة مثلًا عن الكاتب، دي أول صفحة، فهنعمل add page هتطلع لنا page blank خالص.
ولمّا بتفتح أي كتاب بتحس إن الصفحات الداخلية أو بتلاقيها فعلًا إن هي سواء بقى الكتاب كان digital أو الكتاب اللي هو مطبوع وكتاب ورقي، فبتلاقي إن في تنسيق معيّن للكتابة، ما بتلاقيش الكلام سايح على بعضه ومنسّق كده تنسيق معيّن، فتعالَ نضبّطها في الكتاب اللي إحنا بنعمله، فهتيجي عند file وعامل settings ومن الsettings عامل show rules and guide ومعلّم عليها، وبعدين هتبتدي بقى اللي إحنا نحط إيه، خطين كده في النُص بطريقة اللي إحنا نضبّط عليها تنسيق الكلام يمين وشمال، فهنخلّيه كده أهو كده بقى في النُص، فنضبّطها ونعمل برضه عشان ما يضايقناش وإحنا بنشتغل نعمل log guides علشان ما يبتديش يتحرّك معانا ويبقى ثابت طول ما إحنا بنصمم. وبنيجي كاتبين أول حاجة في محتوى الكتاب أو الفهرس اللي إحنا عاملينه، اللي هي مقدمة عن الكاتب وأنا كتبتها، وبعدين نحط بقى صورة الكاتب، فإحنا كنا مستخدمين الframes قبل كده، فهتلاقيها في الrecently use أو لو ما كانتش موجودة هتعمل elements وتكتب frames وهيطلع لك الshape، فإحنا هنبتدي نحطه في الdesign ونعمل له resize كده بطريقة اللي إحنا إيه بتناسب تنسيق الصفحة نفسها. وبعدين أنا أضفت الصورة بتاعة الكاتب اللي هي أنا أهي، وبعدين لمّا زي ما أنا قُلت لك أنت لمّا بتيجي تعمل drag هي أهي كده بتلاقيها دخلت على طول في الframe اللي إحنا كنا ضايفينها، ممكن تعمل لها stroke من برّه كده أو بتعمل خط على حواف الصورة بيدّي برضه شكل جمالي، بتختار مثلًا الشكل ده وليكن ده، لو عايزين نغيّر اللون بنختار مثلًا اللون البنزاري أهو بُص لو أنا طلعت أهو برّه الصورة فهي بقت عاملة شكل لطيف، لو عايزين نغيّر الsickness بتاعه كمان إحنا ممكن نكبّره شوية نعمل مثلًا ضعف يبقى 8 ونعمل enter فأهو، فبقى شكلها أهي لطيف، لو عايزين نكبّر برضه شوية نكبّر، ونحطها كده ونبتدي بقى نحط نبذة عن الكاتب اللي هي زي about us يعني زي about me sorry مش about us اللي بتتحط في المقدمة عن أي كاتب. وأنا فعلًا كنت كاتبة نبذة كده وأخدتها هي حطيتها copy paste يعني أنا حتى عاملة لها duplication دي مش accurate أوي، فأهي وزي ما إحنا شايفين لو إحنا حتى جينا عملنا preview هاوريها لكم مش هيبان بقى الguides دي والlines اللي أنا محطوطة عشان أعمل بيها محاذاة، بس شكل التنسيق بقى شكله معقول، يعني إحنا أهو لو جينا وقفنا عليها في الpreview بُص بقى كأنك في كتاب، الكتاب اللي هو بيبقى موجود عادي. ونبتدي نعمل duplicate بقى للصفحة، بس قبل ما نعمل duplicate إحنا برضه ما ننساش إن إحنا نسمّي كل حاجة، نسمّي كل page وهاقول لكم ليه، علشان بعد كده هنlink كل page الtitle أو العنوان بتاعها، علشان بحيث اللي يدوس من على الفهرس يوديه لمثلًا النبذة عن الكاتب، يوديه مثلًا للصفحة بتاعة أهمية مثلًا التسويق الرقمي لكل إيه، الفهرس اللي إحنا حاطينه. فإحنا هنحط هنا كمان إيه، مقدمة عن الكاتب نخلّيها في page 3 وأنا كده فعلًا سميتها أهي سميت الصفحة بنفس اللي هي مقدمة ال الك الك عن الكاتب. وهنبتدي بقى نعمل الصفحة اللي بعد كده، هنيجي برضه عاملين add page وهنبتدي بقى ناخد من الفهرس الجزء التاني في الكتاب أو اللي هو بيعتبر أول جزء من الكتاب بعد المقدمة عن الكاتب، وهنعمله copy paste إحنا ممكن كمان علشان نسهّل الدنيا يبقى التنسيق هو آخدين نفس الfonts نفس الstyle فإحنا ممكن نعمل duplication من هنا، ونغيّر بس اللي هي النصوص اللي موجودة في محتوى الكتاب. فأنا جيت أهي عملت تاني صفحة، والصفحة اللي بعد كده الصفحة التالتة كلّه أخدت copy paste بالمحتوى بتاع الكتاب بتاعي، بنفس كل الstyle بتاع كل حاجة، وده شكل الكلام أهو كده في الآخر، وهنبتدي نصمم ضهر الكتاب اللي هو الcover اللي هو بيبقى موجود في آخر الكتاب، اللي هو إحنا بنقول عليه يعني ضهر الكتاب، ونبتدي نعمله مع بعض خطوة بخطوة. والمفروض ضهر الكتاب ده بيكون فيه صورة برضه، وبيكون فيه اسم الكاتب، وبيكون فيه نبذة عن الكتاب نفسه، على محتوى الكتاب بطريقة مختصرة. طبعًا أنت ممكن تستخدم برامج كتير من أدوات الذكاء الاصطناعي سواء ChatGPT، Gemini، Copilot whatsoever اللي أنت عايز تستخدمه للكتابة، أو حتى اللي أنت تكون لو أنت بتعرف تكتب محتوى كويس اللي أنت تكتبه بنفسك، وتستخدم بقى حاجات خارجية للمراجعة على الChatGPT لأن هو ساعات بيبقى حتى لو أنت أخدت بالك التنوين
الtone بتاعه مش أضبط حاجة، ساعات بيحط كلام شكله مش متّسق مع بعضه، وحتى بيجيب من resources هي مش مضبوطة، فأنت لازم تراجع مع أي أداة أنت بتستخدمها، تراجع الكلام اللي بيطلع منها، تراجع تنسيقه، تراجع فعلًا هل هي معلومات موثوقة المصدر والّا لأ، ويا ريت تحط لو عندك كمان تقدر إن أنت تحط لو أنت هتعمل محتوى كتاب وهتبيعه لحد، وزي ما أنا قُلت لك إن دي خدمة مطلوبة وعليها طلب في مواقع الfreelancing بقى سواء مستقل، سواء اللي أنت على Upwork، سواء whatsoever الجهة اللي أنت جايب منها العميل وطلب منك اللي أنت تعمل كتاب from the scratch أو تعمل الcover أو حتى تعمل ضهر الكتاب، في ناس كتير بتطلب يعني حاجة من الحاجات دي أو بتطلب الكتاب كله على بعضه، فلازم تتأكد جدًا من مصادر اللي أنت بتعمل فيها محتوى الكتاب، وتتأكد إن المعلومات دقيقة 100%، وزي ما أنا قُلت لك حتى التدقيق الإملائي في طبعًا software وفي حاجات online كتير موجودة free تقدر تراجع منها سواء عربي أو English الكتابة whatsoever الكتاب بقى اللي مطلوب منك اللي أنت تعمله باللغة العربية أو اللي أنت تعمله بالEnglish، في حاجات اللي أنت تقدر تراجع منها الgrammar تراجع منها التدقيق الإملائي موجودة online، وزي ما أنا قُلت لك اللي هي موجودة free. ونيجي بقى لتصميم الضهر الكتاب، وزي ما أنا قُلت لك محبذ يعني، اللي هو يكون فيه نبذة مختصرة عن الكتاب، صورة تانية بتوضّح إيه هو محتوى الكتاب، لإن ساعات في طريقة العرض يا إما بيعرضوا الكتاب بوشه، يا إما بيعرضوا بضهره في المكاتب، فأنت إيه اللي بيلفت نظرك شكل الصورة هي اللي هتخلّيك تنجذب نحو الكتاب، سواء بقى من وشه أو من ضهره، لازم تحط حاجة بتعبّر عنه. فتعالوا ننفذها مع بعض. فأنا جِبت فعلًا نبذة مختصرة كده عن الكتاب اللي أنا حاطة له اللي هو أسرار التسويق الرقمي في 2026 أو التسويق الرقمي في 2026. وهابتدي أحُط الframe للصورة اللي هي في الضهر، أنا حطيت الframe أهو بالشكل ده زي اللي كان موجود على الcover بالضبط، وهاختار برضه صورة هاجي على elements وهاكتب digital marketing واختار صورة تانية ولتكن الصورة دي مثلًا، وهابتدي برضه أحرّكها عشان تدخل جوّه الframe، وهابتدي أحُط بقى اسم الكاتب برضه في الضهر بنفس الfont اللي أنا كنت مستخدماه في الغلاف، فأنا أخدته أهو copy paste أهو. وبرضه نتأكد نيجي عاملين control وA ونتأكد إن هي الposition بتاعهم في الcenter، فهي كلّهم فعلًا موجودين في الcenter، بس لو كانوا الalignment بتاعتهم كل حاجة في حتّة كده أو كل حاجة في اتجاه، يا ريت إن إحنا نضبّط التنسيق برضه على ضهر الكتاب، وده هيكون ضهر الكتاب شكله كده في الآخر. وعشان أوريكم يعني مثال إن الحاجة تبقى clickable، لو أنت مثلًا جيت وقفت على أهمية التسويق الرقمي، جيت دايس عليها هتوديك على أهمية التسويق الرقمي. ولو جيت واقف مثلًا على إحصائيات التسويق، فهي هتوديك على الصفحة اللي فيها إحصائيات التسويق، فعشان كده بتبقى الدنيا يعني أسهل، إن بدال ما هو يقعد يفِر في الكتاب كلّه لو هو واقف على point معيّنة أو هو عايز يروح لصفحة معيّنة من الفهرس، ده بيُقف على الlink على طول، وبتبقى معاه الدنيا أسهل كتير في تصفُّح الكتاب. وعلشان بقى نحوّل شكل الكتاب زي ما أنا عرضته في الأول، اللي هو يكون بشكل flip كده أو كإنه مفتوح وأنت تقدر تتصفح فيه، فبتيجي عند share من فوق، وبتيجي مختار وعامل see all، وبتيجي مختار بقى من هنا حاجة اسمها Haizen أهي Haizen flip box وتيجي دايس عليها. وطبعًا أنت بتختار بقى يعني بتختار كل الصفحات طبعًا، وبتختار من هنا النوع اللي هو يكون مجازين علشان تflip ويفتح معاك كإنها صفحات، وبعدين بتيجي عامل publish now، هيبتدي بقى إيه يgenerate الكتاب كإنه حاجة بتflip، وبعد كده بتعمل check it out يعني علشان يدخّلك على الwebsite اللي فيه الكتاب اللي اتعمل. وكده بيظهر الكتاب بشكل اللي أنت تقدر تتصفّحه بشكل كإنه كتاب digital، ولكن في نفس اللي هو تقدر تعمل له flip زي أي كتاب عادي بالطريقة دي يمين أو شمال. بس كمان هنا ملاحظ إن الlink لو أنت عايز تبعته حد من برّه يعني العُملا اللي كان طالبه معاك، أو عايز مثلًا أنت عملت حتى كتاب وعايز تشيره مع حد، بس بتلاقي هنا الlink طويل جدًا، ممكن تقدر له تعمل له shorten، أنت ممكن تاخده copy، وهاقول لك إن أنت تروح على الجوجل وتعمل shorten URL وتختار أول web site أهو هيطلع لك اللي هو URL shorten، وبتيجي دايس عليه وبتيجي حاطط الlink هنا، وهتعمل shorten URL
وهيطلع لك الlink هنا فعلًا أهو طبعًا اختصروا بقى ما بقاش link كبير أوي بقى link صغير، هتاخد أهو لو copy لو جينا حطيناه حتى أهو كده ناحية الجوجل، هيفتح لك الكتاب أهو زي ما إحنا شايفين أهو تقدر إن أنت تتصفح فيه بمنتهى السهولة الأريحية. وبكده أكون خلّصت حلقة النهارده، بتعتبر زي ما أنا قُلت لكم من ضمن مشاريع الدخل السلبي، وحاجات برضه إحنا اتعلمنا tools واتعلمنا فيها حركات تقدر تستخدمها في برنامج الكانفا، فأرجو إن أنتم تكونوا استفدتم، ولو فعلًا استفدتم من الحلقة ما تنسوش تعملوا لها share مع حد ممكن كمان هو يستفيد، وتعملوا كمان subscribe للقناة وتفعّلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وإن شاء الله أشوفكم على خير في حلقة جاية من سلسلة تعلُّم كانفا من الصفر.